كان نهار باقي ما طلعش والبرد كيقرص بحال شي يد كتحاول تحبسك قبل ما تبدا. ولكن احمد ما كانش كيعرف ان داك النهار ما غاديش يشبه حتى نهار من حياته، لانه غادي يدخل الدار ما كتنعش، عمر شي حد خرج منها كيما هو. احمد كان خدام شركه توصيل. واحد الليله جاولي بزاف ديال لي كوموند، ولكن واحد لا كوموند كانت غريبه، عنوان ما عمرو وصل ليه، دار قديمه في واحد الزنقه ديال المدينه القديمه واللي ما كيمشي ليها حد. شد الطوموبيل ديمارا مشى، كل ما كيقرب الضو كينقص الصوت، وحتى المابس بدا كيدور بلا اتجاه. غير وصل وقف وبقى كيشوف داك الباب ديال الخشب الكبير اللي كيطيح منه التراب بحال الثلج. هبط احمد واخا صدرو ضاق عليه، قرب من الباب سمع طق، الباب تحل بوحدو. وقف ما قدرش يتحرك، ولكن الصوت بان داخل. راه كنت كنساينك، ما عرف منين خرج الصوت، ولكن عرف من داخلو انه خاصو يدخل. فاش دخل ما لقى حتى شي واحد، غير ممر طويل، حيطان فيه تصاور قدام، وكل الوجوه كلها ممسوحه. احمد زاد خطوه بخطوه حتى سمع ضحكه خفيفه ما بين مرا وبنت صغيره. تلفت موراه لقى واحد الباب صغير منور بضو صفر. قرب وسمع شي حد كيقول بكلام مقطع: رجع ليا اللي ضيعت، رجع ليا بنتي. دفع الباب وكانت الصدمه، الغرفه محروقه كامله، غير واحد السرير صغير واقف في النص، وكأن النار كانت كدور عليه وكتجرو وما قدرتش تمسو. فجأة كيبان في السرير دفتر صغير، شدو فتح الصفحة الأولى، لقى مكتوب: أنا مريم، وكان آخر نهار في حياتي، إلا رجعتي الدفتر رجعتي لي الصوت. أحمد حس بدوخة وغيطيح، ولكن فجأة شاف بنت صغيرة كدوز من قدام الباب، شعرها طويل وماشي كتجري، كتعوم. خرج كيجري من البيت كيحاول يتبعها، كل ما كيقرب كتختفي، حتى وقفت في صالون كبير معلقين فيه ساعات كتخدم بلا ما توقف، ولكن العقارب ديالها كيرجعوا اللور. البنت دارت لأحمد، ما كانتش كتخلع، كانوا عندها ملامح حزينة. قالت لي بصوت خفيف: راه ماشي انا اللي كنخلعك، هي اللي كتجي مني كتخوف. شكون هي؟ سكتات وقالت: ماما، كتقلب باش ترجعني، ولكن الطريقة غلط كبير. فجأة الساعات كاملين وقفوا والضو تقطع، غير ضو واحد جا من فوق احمد. صوت امرأة بدا كيهضر قريب بزاف، كتحسها واقفة حدا ودنك: رجع لي يا بنتي، راك دخلتي وعمر هاد الباب ما كيحل غير اللي يقدر يرجع الحق لصحابو. احمد تجمد في بلاصتو والهواء سخن، وشاف الظل ديال واحد المرأة طويلة، طول من القياس بلا ملامح. البنت شداتو من يدو: الا بغيتي تخرج خاصك تقول الحقيقة. شنو الحقيقة؟ الدفتر ماشي ديالي، الدفتر تاعها، هي كتكتب وكتقنع راسها انه انا باقا هنا. احمد بقى كيسمع الام كتقرب، كتزيد تقرب، حتى الصوت وصل قدامه: رجع لي يا بنتي ولا غادي تبقى انت بلا صوت. احمد شد الدفتر، قرب من المراه: بنتك بغات ترتاح، ما بغاتش تبقى هنا. المراه بداو كيتحركوا فيها الملامح بحال كتجمع: كذوب، بنتي هنا، بنتي كتعيط، بنتي باغاني. مريم وقفات بيناتهم وهضرت بصوت ماشي ديال البنت، بصوت كبير وغليظ عميق: حقيقة هي ان الموت ما كيقبلش يتشد، واللي كتحاولي ديري ماشي حب، هوس. المرأة تصدمات والدار كلها بدات كتهز. الساعات خرجت من بلايصة، الغبرة طارت، الباب اللي ورا احمد سد بوحدو. فجأة المرأة اختفت بحال دخان كيطلع كيتصدم بالسقف. مريم
ابتسمت ضحكة خفيفة. شكرا، دابا نقدر نمشي. قال لي احمد لفين؟ جاوباتو للراحة فين ما كتكون، واختفت. غير السرير الصغير بقى كيضوي. احمد خرج من الدار، ولكن النهار اللي بعدو وهو كيتفرج في التسجيلات ديال خدمته لقى حاجه وحده ما فهمهاش. الكاميرا اللي في الباب صوراته وهو كيدخل، ولكن ما صورات حتى شي واحد كيتبعو. بقى كيشوف كيزيد الصوت حتى سمع صوت طفل صغير في البعيد. شكرا.